بينما العبد جالس ربما بين أهله إن كان صالحا وربما قضى صلاة أو قرأ قرآنا أو دعا بدعاء أو كان في عبادة، فجأة يرى عند رأسه ملكا يستغرب منه يقول: من أنت؟ من أنت؟ أنا ملك الموت. يغيب عن الدنيا، يبدأ بالانقطاع عنها والإقبال على الآخرة. يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر، بيدهم كفن من أكفان الجنة، حنوط من حنوط الجنة، أتي بهذا الكفن ليكفن به ذلك العبد الصالح. أيتها النفس المطمئنة، اخرجي من هذا الجسد، تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء. من يرى وجهه علم أن هذه الروح خرجت راضية مرضية. وإن كان العبد فاجرا يرى عند رأسه ملكا يقول: من أنت؟ أنا ملك الموت. ثم يرى ملائكة سود الوجوه مد البصر، يفزع منهم معهم المسوح، مسوح جاء من النار. أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده، تخاف أن تخرج من هذا الجسد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. يا رب أريد لحظات، يا رب أريد ساعة أتوب فيها، أصلي لأنني ما صليت، أبر والدي اللذين عققتهما، أرجع الأموال إلى الناس، أتلف الذنوب والمعاصي التي أحتفظ بها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لم تريد المكث في الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أصلي ما صليت، لعلي أغتسل من جنابة ما اغتسلت، لعلي أتوب إلى الله ما تبت، أقرأ القرآن، أتصدق، أزكي. كلا، إنها كلمة هو قائلها. يقول من حوله: يا فلان قل لا إله إلا الله. ماذا تقولون؟ لا يفكر بهذه الكلمات. ليش؟ إنه في سكرات. ألا إن للموت سكرات، من ذاق طعم الموت سكر وربي، وكل الناس يسكرون عند موتهم. قال أفضل الخلق وهو يحتضر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات.